اهلا ازيك عامل ايه يا باشا؟ حلقة النهاردة مع توفيق عكاشة اللي كل يوم بيطلع يقول كلام غريب، لحد ما في مرة شوفه اتطرد من الشاشة. عنده براءة اختراع كائن اسمه سبايدر، وهو معتقد انه اقوى من جيرين دايزر. بيقول انه عنده دكتوراه من امريكا، دكتوراه من تحت الكوبري في وقت توزيع التركة، زي ما يكون طالع من بركة. متعلم يعمل حركة مش فاهم عايش ازاي، يا عم ده عايش بالبركة. معلش ما تزعلش بس انت زي النكتة اللي كل ما بتتقال بيضحك عليها، اللي كل ما بتتقال بيضحك عليها. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج شبوكشي تايم. طبعا بعد الالحاح الشديد تنازلت ورضيت اني اعمل حلقه عن الاستاذ توفيق عكاشة، محفوظ الالقاب. طبعا بصراحه الراجل ده احسن مذيع في مصر، من غير جدال احسن مذيع في مصر. كلامه كله دقيق وواضح، فلاشه زبايدر سفردينه قشطه يعني. واذا حد اتكلم يقول لك من فلول الحزب الوطني، يقول لك انت كنت في ايوه يعني انا كنت في حزب ايه؟ في حزب الكفار. ايوه انا كنت في الحزب الوطني يا اخي، وكنت عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني. حزب الكفار، حزب اليهود، حزب اللي بيعبدوا النار. ليه حزب الكفار؟ ابو سفيان يعني؟ ايوه انا فيلم من الفلفول. نسيت اقول لك. انا لا قبلت ايده وانا مش كل شويه اقعد ارد بقى. هو يعني لا مؤاخذه يعني انا قلت انها الصوره اتفبركت، واللي فبركها عبد اللطيف المناوي وحكيت القصه. الصوره متفبركه؟ اقول لك انا. طيب يعني الصوره ومتفبركه ما قلناش حاجه، بس الفيديو في فيديو بيتفبرك. هتعملي زي عمرو مصطفى وتقول لي فوتوشوب وبتاع؟ ناس كتير قاعده على مراتب لازم يريحوا ظهرهم، ناس كتير جدا تحتها الوان لابد ان يكون فيها احبزه، ناس كتير قوي قاعده على كراسي لازم يكون في عظه، ناس كتير جدا تحتها سلطان لابد ان يكون في عظه. ملك السعوديه قاعد على كرسي، حاكم الكويت قاعد على كرسي، حاكم قطر مش راضي يعمل رجيم، ياكل كتير اصله مش راضي يعمل رجيم وقاعد على كرسي وبرضه قاعد على الكرسي. طب ايه الفرق بينه وبين اللي قبله؟ انت راجل زي الفل بصراحه. ما تخليكوا بقى يعني نعلى شويه. نعلة؟ تعرف النعلة دي ايه؟ دي نعلة الجزمة اللي بندوس عليها، نعلة شوية. وخلوا بالكم كده هطلع اكتر واكتر. هيطلع اكتر واكتر، ممكن يزروتها علينا يعني. ايه هتطلع ايه؟ خيوط زي سبايدر؟ اكتر بني ادم بيحطوا له ديسلايك على اليوتيوب هو والدكتور عكاشة، ما شاء الله تلاقي 500,000 فيو ومنهم 400,000 ديسلايك. ما تفهمش ليه؟ طب بتكمل ليه؟ طيب بتكمل ليه؟ نفكنا من سبايدر دلوقتي. زعلان هو ان البرادعي مرشح نفسه لرئاسة الجمهورية. ايه يعني؟ ما انا مرشح نفسي لرئاسة الجمهورية. بهزر. ولكن انا عايز اساله سؤال، هو يعرف اذا كانت الست في الفلاحين بتزغط ذكر البط وبتزغط ذكر الوز ولا لا؟ تعرف بقى يا برادعي. طب لو تعرف اسم بطتين ووزتين من اللي بيتكلم عنهم دكتور عكاشة هتبقى رئيس جمهورية. ايه يا دكتور؟ هو مرشح نفسه رئيس جنينة حيوانات لرئاسة جمهورية، يعني لازم يعرف يزغط بشر مش ذكر بط وذكر وز. تمن ذكر الوز كام وذكر البط كام ننتخبه رئيس جمهورية؟ ليه لا؟ ما هو راجل من الشعب اهو. الراجل ده عبيط جدا. ايه يا عم بط ووز وبتاع؟ في ايه؟ هات اشمعنى يعني هو ينفع الهوا وانا لا؟ هو عارف انه عبيط. راجل معاه دكتوراه، رحت امريكا خدت الدورات خدوها، انا وصلت لدورات المراكز الاستراتيجيه. دكتوراه ايه بس يا دكتور؟ انت تقريبا عندك دكتوراه في الهلس، دكتوراه في ذكر البط والوز. دكتوراه ايه اللي من امريكا دي بس؟ حوار النقاب يعني ما كانش ينفع تتكلم في موضوع زي ده. تدخل في الدين ليه؟ انا معاك ان بعضهم بيخفوا عدم جمالهم، بس ما ينفعش يعني تتكلم في حته زي دي. حرام يا عكاشة. طب انت بقى لابسه العربيه راكبه العربيه ومنقبه ليه؟ عشان الناس تقعد تبص عليه، تلفت الانظار. يعني المنقبه اللي بتلفت الانظار؟ امال اللي بتلبس سكيني وبتمشي عريانه في الشارع دي بتعمل ايه يعني؟ اتقي الله يا راجل، اتقي الله. في يوم كده عكاشة باشا قاعد بيرغي في البرنامج بتاعه كالعاده، المخرج طهق منه زهق، فبيقول له ولكنها في التاريخ ما نقدرش نغفلها، وهيفضل طول عمره في التاريخ في الحته دي.
الحقيقه الزميل عز الأطروش تقريبا كان ناسين الصوت مفتوح، هو بيقول لي كفايه. بيقول لك كفايه رغي، كفايه رغي يا عكاشه، وانا بصراحه بقول كفايه كده برضو، بس كفايه. يلا بودعك يا عكاشه. بودعك اخر وداع، اخر وداع. وصلنا لاخر الحلقه، شكرا لكم كلكم وشكرا لكل اللي تابعنا. شير وسبسكرايب ما تنسوش، ولايك على البيج بتاعتنا على الفيسبوك، شاركونا ارائكم، وان شاء الله الحلقه تكون عجبتكم، والحلقات الجايه ان شاء الله احلى.